كان لازم الكره دي تتعاد، وكان لازم على الاقل الحكم يقف ويشوف هل في التحام ولا لا، ويشوف الفار هيقول له ايه عليها. اول حلقه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه تدخل بقوه من اللاعب المصري على قدم لاعبي النادي الاهلي، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا برضو فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي برضو فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي، نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا لاعب المصري بيستخدم اليد في وش لاعبي النادي الاهلي. هنا استخدام اليد لازم الحكم يديله انذار، ما ينفعش اجيب اللاعب واحذره شفويا. استخدام اليد يعني قوه زايده، كان لازم الحكم يديله انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب المصري ما لعبش على الكره وبيلعب على قدم لاعبي النادي الاهلي، وطبعا هنا الاتهام موجود والفاول سليم، وهنا الحكم اداله انذار، طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا كان اللاعب المصري بيطلب بضربه جزاء، نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا اللاعب المصري هو اللي رافع القدم مع قدم لاعبي النادي الاهلي، طبعا هنا الحكم ما حسبش حاجه، وكمان الفار اكد ان مفيش ضربه جزاء. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض بص كده على اللاعب المصري، بص على اللاعب المصري، هنا اللاعب المصري ما بيبصش على الكوره وداخل متعمد ان هو يعمل التحام مع لاعبي النادي الاهلي، وطبعا هنا الفاول سليم وواضح جدا وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في ظهر لعيب المصري، وطبعا هنا الدفعه موجوده والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب المصري بيستخدم اليد، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار. هنا طبعا قرار الحكم قرار سليم، طالما في استخدام باليد زي ما قلنا في اللعبه اللي قبليها، يعني استخدام قوه زايده، وهنا الحكم طبق القانون، لكن في اللعبه اللي قبليها ما طبقش فيها القانون. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح النادي الاهلي، نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب المصري بيستخدم اليد ومنع لاعب النادي الاهلي ان هو يعدي، وهنا طبعا تعطيل الهجمه واستخدام اليد الحكم اداله انذار، وبرده هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي، نشوف مع بعض كده هتلاقي برده هنا في التحام بالقدم، بص على قدم لعيب المصري، لعبه زي ديت ما بتلعبش على الكوره، كان لازم الحكم يديله انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح النادي الاهلي، نشوف مع بعض هتلاقي لعيب المصري بيستخدم اليد وبيشد لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا الشد موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، الحلقه دي غريبه جدا، هنا لعيب المصري بيضرب لعيب النادي الاهلي بدون كوره زي ما احنا شايفين مع بعض. الضرب بدون كوره الطبيعي اقل عقاب ليها انذار، اقل عقاب، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت، قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه من اللاعب المصري، وهنا الحكم حسب فاول وما ادالوش انذار، وطبعا هنا قرار الحكم برضه قرار غريب. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح لعيب النادي الاهلي، نشوف مع بعض حاجه مهمه جدا، انا معلم في اللقطه دي ان هنا مفيش كوره. طيب هنا بقى هتلاقي لعيب المصري عمل التحام بقوه، وبعد كده بص على القدم هتلاقي القدم بيرفعها وبيتعمد ان هو يعمل التحام مع لعيب النادي الاهلي. هنا ارتفاع القدم بالطريقه ديت يبقى التعمد موجود، طبعا هنا الحكم اداله الانذار الثاني لان اللاعب ده كان عنده انذار في لعبه قبليها، وطبعا هنا قرار الطرد قرار سليم 100%. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول على لاعب المصري، نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وبيزق لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم، لكن الاغرب بقى ان بعديها على طول هو اللاعب برضو عمل التحام مع لعيب النادي الاهلي ويستخدم اليد، لكن الحكم هنا ما حسبش حاجه في اللعبه ديت. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي، نشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الاهلي، نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا لعيب الاهلي عمل التحام برضه بدون كوره، هنا الحكم حسب فاول وادى اللاعب انذار. ده الكلام اللي انا كنت بقوله في لعبه الاهلي، التحام بدون كوره اقل حاجه بيبقى معاه انذار، لكن هنا الحكم حسب الفاول
وادى اللاعب انذار، وفي لعبه النادي الاهلي ما حسبش فاول وما اداش اللاعب انذار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء، نشوف مع بعض هل اللاعب المصري لعب الكره ولا لا. بص هنا هتلاقي قدم اللاعب المصري مرتفعه، بس انا عايز اقول لك ان اللعبه ما اتعدتش والحكم ما حسبش اي حاجه. ايا كان بقى هي تستاهل ضربه جزاء ولا لا، كان لازم الكره دي تتعاد، وكان لازم على الاقل الحكم يقف ويشوف هل في التحام ولا لا، ويشوف الفار هيقول له ايه عليها. لكن هنا الحكم خد القرار ان اللعبه ما فيهاش اي حاجه، والفار كمان ما راجعش على اللعبه.